هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم الف خير وانتم بتشوفوا الفيديو ده. فيديو النهارده فكرته بسيطه وسهله جدا. في منتجات لقيتها كده نازله جديد في ستاند اسنس، فحبيت ان انا اشتريها واجربها انا وانتوا. وفي نفس الوقت فكره الفيديو طلبت مني ازاي نحط ميك اب بسيط وسهل كده واحنا نازلين نجري، بحيث ان احنا بس نحلي الملامح ونظهرها. فربطت الفيديوهين ببعض وقلت هنعمل فكره الفيديو ده. ما تنسوش بس قبل ما نروح نشوف الفيديو نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو لسه مش عاملين. ولو حابين تتابعوني على التيك توك والانستجرام هتلاقوا اللينكات تحت في صندوق الوصف. بس كده. اول حاجه زي كل مره ما بقولها لكم ان انا غسلت بشرتي بالغسول. وتاني حاجه بعملها ان انا هحط التونر كده واسيب بشرتي تتشرب. بعد كده هستخدم السيرم ده من لوريال اللي هو جلايكوليك اسيد. السيرم ده بصراحه حلو جدا في موضوع ايه بقى، ان هو بيعمل كده نضاره للبشره، ان هو بينعم من ملمس الجلد. هو بيتحط صبح وليل، وفي نفس الوقت بيتحط كبري ميك اب اللي هو كاساس قبل الميك اب. فدي حاجه حلوه جدا ان هو بينعم كده من ملمس الجلد. بعد خطوه السيرم تيجي خطوه المرطب، وهستخدم المرطب ده من نتروجينا. صراحه المرطب ده سواء المرطب او السيرم من نفس اللاين ده حلوين جدا جدا، فانصحكم بجد ان انتوا تجربوهم. ده بصوا بيبقى جل خفيف كده، وحتى مكتوب عليه ان هو جل مش كريم مرطب، بس بيبقى خفيف على البشرة وبيدي نضارة كده للبشرة، بتحس ان هو معبلك البشرة، بيعمل فرق. علشان بس نسيت اجيب كريم العيون اللي متبقي على صوابعي كده، هدلك بيه تحت منطقة العين، لكن هو مش بيتحط تحت منطقة العين. واحلى حاجة فيه كمان ان هو فيه SPF 30، علشان لو حابة تستخدميه يعني في البيت وكده وعايزة نسبة حماية، هو فيه SPF 30 وفيه كمان فيتامين سي وإي. فيتامين سي واي. فهو بصراحه حلو قوي للاستخدام اليومي كمرطب جميل. واخر خطوه قبل ما بحط ميك اب بحط صن بلوك. لو نازله الصبح، مش نازله الصبح فخلاص مفيش داعي لخطوه الصن بلوك. واخر مؤخرا يعني بقيت بستخدم الاثنين دول. الصن بلوك ده من لوريال وده برده من لوريال، فالاثنين بجد حلوين جدا وخفاف جدا للبشره الدهنيه، ولا بيدهنوا البشره ولا بيزيتوها وبيبيضوها كده، فاهمين؟ فبصراحه الاثنين دول من لوريال، انصحكم جدا جدا بيهم كبشره دهنيه. وبكده انا هيأت بشرتي خلاص للميك اب، ودي الخطوات الثابته اللي انا بعملها قبل كل ميك اب. تعالوا بقى بينا نشوف المنتجات اللي انا اشتريتها. اول منتج اشتريته من اسنس، لقيته هو ده ملمع شفاه كده اللي هو اسمه جلو. وده شكله من جوه عباره عن لون شفاف بينك كده، وجواه زي سباركلز كده او حاجات بتلمع كده. ده عبارة عن ملمع شفاه. طبعا الحاجات دي انا استخدمتها فهديكوا الريفيو بتاعها. ده عبارة عن ملمع شفاه وفي نفس الوقت مرطب وتنت كده للشفايف حلو قوي. وده كده لونه على الشفايف وشكله حلو جدا، ناعم، بيرطب الشفايف، بيسيب تنت كده جميل على الشفايف، يدي لمعة للشفايف. بس السباركلز اللي فيه او الحاجات اللي بتلمع اللي جواه دي مش بتطلع على الشفايف. عشان انا اول ما اشتريته قلت واو، انا هلاقي الحاجات اللي بتلمع دي على شفايفي فهتديله شكل حلو. لا، انت قليل قوي لو لقيتي حاجه بتلمع كده على شفايفك، حته صغنطوطه كمان. فبس هو كمرطب وتنت يومي حلو جدا. وتاني منتج معايا لقيته في اسنس الكريم ده مكتوب عليه all in one ماجيك كريم. وهو بيقولك ان هو بيدي هيلثي لوك في ثواني، ان هو بيخلي لك البشره كده صحيه، بيوحد لون البشره، وبيديكي كفرج كده زي هيلثي حاجه كده مشرقه بتلمع كده يعني، وبيرطب. وكمان ان هو بيعمل زي توحيد لون حلو، وبليرنج بيخلي البشره كده تبقى بلير، يعني بيضيع لك شويه من شكل المسام ومن شكل الارهاق والتعب كده، بيخلي لك بيوحد لك ويصفي لك لون البشره. وده اللي احنا دلوقتي هنشوفه. هو عباره عن كريم كده عامل شبيه اسمه ايه ده، البيبي كريم. بصوا ده شكله، ده قوامه، هو خفيف جدا 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 على البشره. انا بقى باخده كده. هو بصوا انتوا ممكن توزعوه بايديكم، انا عايزاكم بس تلاحظوا الفرق. ممكن توزعوه بايديكم عادي جدا كانه كريم مرطب، فاهمين؟ وهو بصراحه هيقوم بالواجب. يعني اتحداكوا ان حد هيقول فيه فاونديشن او ميك اب على وشكم. ده بقى ينفع بنات الجامعه جدا جدا. ده اختراع لبنات الجامعه والله العظيم، لانه خفيف جدا جدا على البشره، وفي نفس الوقت انت مش عايزه تروحي بطبقات على بشرتك وتبقي كيكي، فده ممتاز. انا بله
البلندر بتاعتي اهي، ممكن ادمجه كده، وممكن تتعاملي معاه كانه زي ما بقولك كده كريم مرطب. لو ما عندكيش وقت ان انتي تبلي بلندر وتدمجي والجو ده، حطيه كده وبصوابعك اشتغلي. حابه تزيدي سن الكفرج، تعالوا نجرب برضو. احط طبقه بفرشه كده ونجرب ان احنا نزود التغطيه. ميزته ان هو سعره على قد الايد، حلو جدا بصراحه. في نفس الوقت ان هو تغطيه خفيفه، بيدي تنت كده ولونه بيوحد لون البشره. واظن انتوا شايفين اللي هو مكتوب عليه ان هو بيدي لمعه صحيه، وهو فعلا بيدي لمعه صحيه. وانا كبشره دهنيه بطفي دلوقتي لمعته، هثبته بباودر كده. هتسالي نفسك دلوقتي هل بيجمع في الخطوط او بيكسر كده جوه الخطوط؟ خالص، هو كريم فعلا اعتبروه كريم مرطب متلون. بس بصراحه هو اختراع للي ما بتحبش طبقات على وشها. وده شكله تاني اهو، اللي حابه تاخده سكرين شوت، او لو حابه كمان تبعتيلي على الانستا وابعتلك صورته عادي جدا. انا بستخدم التنت الخطير ده اللي هو من اتيود هاوس، والدرجه تقريبا 1 على ما اتذكر. الدرجه اتمسحت من عليه، بس انا حاسه ان ده كان 1 يعني. وبسرعه بسرعه ادمجيه عشان ما يعلقش معاكي بايديكي بقى او بفرشه. شايفين سهل في الدمج، بيدي لون جميل وثباته حلو جدا. وحتى لو ثبتيه بفلاشر باودر هتزيدي كمان من ثباته. بالنسبه لكمان اصحاب البشره الدهنيه اللي بيحبوا كل حاجه تتثبت علشان ما تزيدش وتسيح، فثبتيه باي بلاشر باودر عندك. بس صراحه التنت ده خطير في شكله على البشره وسهوله دمجه ولونه كده، انا بحبه جدا. تاتش باودر بقى، تاتش بالمعنى الحرفي، اصل اكيد مش هنحط حاجه تبقى خفيفه على البشره ونيجي نحط بقى باودر كتير. فانا هاخد من الباودر دي اللي هي من اسنس. الباودر دي ما بتتحطش في الوش كله، اللي هي البنانه دي، اللي عنده من الباودر دي ما يحطهاش على الوش كله، يثبت بيها بس منطقه تحت العين. وبالسبونجه دي اللي هي من شي ان، دي خطيره ان انتي تثبتي بيها منطقه تحت العين بتاتش زي ما بقول لك كده حرفيا. انا بس هطفي شويه من اللمعه، لان كده كده انا هزيد كمان شويه. في نفس الوقت بثبت الكريم ده مكانه. انا مش هثبت منطقه الخدود لاني هثبتها بالبلاشر على طول. نيجي بقى لخطوه البلاشر. دايما 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 علشان انتي عايزه تحطي ميك اب في السريع، خلي عندك الباليتس دي اللي هي بيبقى فيها هايلايتر، برونزر، بلاشر. الثلاثه دول دي برضو من ريفوليوشن. شفتوا ضريبه الفيديو بنتي كسرت لي الباليت علشان كنت حاطه المنتجات عشان اصور وكسرتها. المهم ان ده برضو بصوا برونزر، هايلايتر، بلاشر. دي بتسهل عليكم حياتكم والله العظيم بالمعنى الحرفي. انا باخد منها كده بقى وانا نازله اروح عامله ايه، دمجه البرونزر مع البلاشر وكده. فاهمين؟ ما اصلا انا عايزه انزل بسرعه ما عنديش وقت. دي حرفيا بقت طريقتي في الميك اب وانا نازله. باخد بقى من البرونزر كده واروح مدفيه بيه هنا، ونخفي شويه من الخدود دي ولا اللغد ده اصلا الباليت دي من ريفوليوشن، دي صراحه جميله جدا. ودي كنت موريها لكم تقريبا مشتريات في بلاك فرايداي في السنه اللي قبل اللي فاتت او اللي فاتت حاجه كده. البلاشر ده من اسنس، وطبعا علشان انا استخدمت بتاع ريفوليوشن فمش عارفه هو هيبان ولا لا. بس البلاشر ده من اسنس برضو على فكره حلو جدا. هي درجاته تحسوها فاتحه شويه، بس هو كاستخدام يومي وللبنات كده رقيق كده وناعم. مش عارفه هو هيبان دلوقتي او لا، طبعا لا، بس هو خطير يعني. بيجمنت، بصوا بيجمنت، وفي نفس الوقت اللون هادي وسهل في الدمج كده مش بيبقع. ف البلاشرز دي بصراحه انا حباها جدا. الدرجه دي 0/10. وعلشان حاسه ان انا ما اديتهوش حقه في الفيديو ده، هجربه لكم فري لوحده على التيك توك والانستجرام. لو مش عارفه مثلا تجيبي بتاعه ريفوليوشن اللي بيبقى فيها 3 مع بعض، ممكن تجيبي اللي هي بتاعه بيوتيستا، اللي هي العلب دي كده. بصي هتلاقي فيها بلاشر وبرونزر وهايلايتر بقى. خدي اي درجه فيهم تناسب لون بشرتك. ومثلا دي لقيتها في ماكس، دي لقيت فيها بلاشر. هو يعتبر درجتين بلاشر، واحد على اورنج والتاني على بينك، وده هايلايتر.
بتاعت ريفوليوشن عمليه اكتر علشان الدرجه اللي فيها برونزيه، يعني برونزر. شايفين درجه ما فيهاش اي تشيمر، هو البلاشر بس اللي فيه تشيمر. بس دي عمليه جدا يعني، بصراحه انصحكم بيها، وثباتها كمان حلو قوي. دي من ريفوليوشن. طبعا نازله مستعجله وبعمل ميك اب رجلي، فاكيد مش هحط اي شادو. من نفس الباليت دي بروح واخده اللون البرونزر ده، واروح مدفيه بيه منطقه حوالين العين كده، وتحت العيون بحاول ان انا اعمل لها موضوع النفخه الوهميه دي، ان ممكن في بنات بتنزل الصبح تحت عينيها اصلا منفخ، فالحركه دي هتقلل من انتفاخ تحت العيون، وفي نفس الوقت هتدي شكل حلو للعيون. الميك اب ده يتعمل في 5 دقايق، انا بس عشان بشرح. عايزه بقى تزودي انت التاتش بتاعك وتحطي من الهايلايتر او البلاشر على النص كده، حطي. مش عايزه، دي حاجه ترجع لك. انا بصراحه لما بكون نازله الصبح قليل قوي 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 لو حطيت، يعني باخد ممكن هنت كده بس يلمع جفن اهو. وللحواجب لقيت الماسكارا الشفافه دي، استنى بس افكها اهي. الماسكارا الشفافه دي من اسنس. الماسكارا دي انا استخدمتها وحلوه جدا. الماسكارا دي ممتازه للاستخدام اليومي. ده شكل فرشتها. حاسه ان لو حواجبك اللي هي السودا التقيله قوي مش هتثبتها، يعني ده احساسي. لكن هي كاستخدام يومي للحواجب العاديه كده حلوه، وزي ما بتنزلي زي ما بترجعي. سرحت وطلعت الماسكارا على الباودر. طب قولولي انت حاطه ميك اب؟ نسيت والله ان انا حطيت حاجات على وشي. بصوا الفرشه كده بتمشي بسلاسه. الفرشه بتمشي بسلاسه كده ما بين شعر الحواجب وبتوقفه. لا حلوه حلوه. البنات او انتوا كاستخدام يومي هتحبوها قوي للاستخدام اليومي. اسهل في الاستخدام من بتاعه NYX. بنات الجامعه المفروض يتفرجوا على الفيديو ده، ان والله هيستفادوا جدا من المنتجات دي. وفي نفس الوقت ماركة اسنس بتبقى افوردبل كده، وبتبقى على قد الايد. سيبوها تاخد وقتها، لان هي بتاخد وقت شويه على بال ما تنشف. وفي نفس الوقت بقى تعالوا نحط اي حاجه للشفايف. لخطوه الشفايف ما عنديش حاجه لقيتها نازله في اسنس تستاهل يعني ان انا جديده اجربها، فهستخدم ليب كومبو من عندي، اي محدد مع ليبستيك. بصوا لما مسحت الملمع الشفايف سايب تنت على شفايفي. بصوا عشان في حاجه برضو. الليب لاينر ده من براند كده هنا اسمها لورنس. هي حلوه والوانها جميله جدا، وهتلاقي اي درجه انت عايزاها، بس في نفس الوقت مش ثابت خالص. جماعه انا بحب المحددات، محدش يقول لي طب ده ميك اب بسيط انت نازله. انا بحب المحدد، ما بحسش الروج من غير المحدد صراحه. ده من ميبلين، اصدار كده كان نازل جديد مره، فحبيت اجربه بصراحه حلو قوي. ناعم على الشفايف ولونه، اللون اللي انا جبته ده يومي قوي، يعني لو دوام بقى الصبح جامعة هيمشي معاكي جدا. احب بقى احدده ببني من بره كده علشان هو لونه فاتح. الليب لاينر بيدي كده رونق لللبستيك اللي تحطيه. طبعا انتي رايحه جامعه او كده ما تحطيش البلاشر اللي بيبرق ده، ماشي؟ عشان البلاشر ده عايز استخدام يومي كل حاجه، بس عايز نزوله يعني، فاهمين؟ نيجي لاهم حاجه انا لقيتها نازله في ستاند اسنس، وهو الايلاينر بتاعهم. طبعا كلنا عارفين الماسكارا خلاص احنا حافظينها، وفي اللي بيحبها وفي اللي ما بيحبهاش. دي ما شاء الله مش محبوبه من ناس كتير ومحبوبه من ناس كتير جدا، فهم حبوا يقلدوا الفكره وعملوا لنا ايلاينر صغير. ده شكل السن بتاعه اهو، كل ده سن. بصوا السواد علشان التب طويله عقبال ما بيوصل ده السواد. سواده مش احسن حاجه خالص، سواته مش احسن حاجتين خالص. تعالوا بقى نرسم بيه كده، نقرب المرايه شويه كده، وانا هلزق لكم كده شويه. في النزول اليومي بتاعي ما برسمش ايلاينر عشان نبقى واضحين. انا باخد اللي انا بحطه في حواجبي الباودر، وباخد منها بالفرشه وارسم وينج خفيف كده، بس ده الايلاينر بتاعي. لما بكون راضيه عن نفسي بقى بحط ايلاينر، غير كده نو. شايفين معايا ولا مش شايفين؟ طب تعالوا ارسم لكم العين دي عشان تبقى واضحه لكم اكتر في الكاميرا. تعالوا من اخر العين كده اسحبوا خط. انتوا شايفين السواد وحش وحش. بصوا بقى لازم تنيموا التب قوي كده علشان السواد يطبع على العين، فطبعا بتبوظ لكم الرسمه.
واوعي ترسمي بيه مدمع العين لانه بيسيح وبيهبب. بصوا عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجه، انا لما باجي اتقل على السواد بياخد من الايلاينر ويحط في حته تانية، اصلا بيشيل من الايلاينر. الايلاينر ده وحش جدا جدا، يا ريتها اسنس ما فكرت تعمل ايلاينر. انا بس كملت شكل العين من قدام كده علشان ده تصويره هيتمسح، لكن انا لو نازله مش هحطه عند مدمع العين لان زي ما قلت لكم بيسيح وبيهبب. يا رب اسنس تشوف الفيديو ده قوي عشان تمنعه من الصور. ليه مش عارف. طب وحياة لما انا لما وحياتي لا صف. رسمنا ايلاينر بسيط وينج بس كده. تقييمي للايلاينر 0/10 او -1 علشان مظلمش الصفر كمان. مفيش سواد، مفيش ثبات. التب بتاعته غريبة طويلة، طريقة الرسم بتاعته اصلا مش سهلة، يعني حتى لو انتي عايزة تتعلمي في ايلاينر اقلام ما انصحكيش بيه، مش حلو، طريقة رسمه مش حلوة. ده عمال ياخد الايلاينر من حتة ويحطها في حتة، والله نفسي تشوفوا. انا دلوقتي هصور لكم فيديو من قريب في اخر الفيديو ده علشان اوريكم منظر الايلاينر النيلة ده. طبعا الماسكارا من اسنس لا غبار عليها، انا من الناس اللي بتحبها علشان كمان ما بستخدمهاش بشكل يومي. في ناس استخدمتها بشكل يومي وقالت ان الماسكارا بتوقع الرموش اللي بيستخدمها بشكل يومي. انا ما شفتش منها ده صراحة يعني، بس هي كسواد وكثبات وكرفعة للرمش ذات نفسه حلو جدا. هاتي الماسكارا ان انت تاخدي من الرموش من الجذور كده واسحبي لفوق علشان تعمل افكت معاكي. ما تطيريش الماسكارا كده، لا خديها من اول الجذور كده وبالراحه اطلعي، هتلاقيها هي تنتلك الرمش وكثفت السواد. اي قلم عندي او باودر برسم بيه حواجبي وانا نازله، انا ما بيبقاش عندي وقت ان انا ولا جل بقى ولا الجو ده. القلم ده بالمناسبه كنت شارياه من ماكس وحلو جدا يعني كاستخدام يومي. السن بتاعه مش احسن حاجه، ما بيرسمش شعره شعره، بس انا بملى بيه فراغات يعني، حتى نستخدمه دلوقتي كده اهو، برسم بيه كده على خفيف اهو، بملى بيه فراغات بس لا اكتر ولا اقل. ده مكياجي اللي انا بنزل بيه، ده كمان لما بكون رايقه على نفسي بعمل كده، لكن انا غير كده بقيت بنزل من غير ميك اب كتير قوي. بس بكده يكون انا خلصت اللوك بيخلص في 5 دقايق. انا غبت بس كده علشان بشرح وبقول رايي وبنشوف العيوب والمميزات والحاجات دي كلها، بس هو يخلص في 5 دقايق، هو مفيهوش اي حاجه. المهم بقى لو هقيم لكم ماسكارا الحواجب دي هديها ممكن 7/10 مثلا، علشان ما بتناسبش كل انواع شعر الحواجب. الشعر الاسود اللي هو الكثيف التقيل ده مش هتمشي معاه، مش هتثبتها. تاني حاجه ان هي عامله زي بتاعه ريمال كده، مش بتنشف بسرعه، بتاخد وقت شويه عقبال ما تنشف. غير كده هي مناسبه جدا للي حواجبهم خفيفه للاستعمال اليومي، سهله وسلسه في التعامل، وفي نفس الوقت فرشتها حلوه وبتثبت الحاجب طول اليوم. بس انت طبعا ما تجيش جنب شعر حواجبك. بس كده تقريبا دي كده كل المنتجات اللي انا لقيتهم في ستاند اسنس، وقلت لكم تجربتي معاهم النهارده. لو حابين تجربوا اكتر حاجه هرشحها لكم طبعا قلم الايلاينر، ما تصرفوش ولا جنيه عليه، والله العظيم ما يستاهل ولا جنيه فيه، 0/10. الماسكارا طبعا زي ما انا قلت لكم تجربتي معاها حلوه لاني ما بستخدمش انا ماسكارا بشكل يومي، فانا بحبها بصراحه. وملمع الشفايف ده لو لقيتوه هاتوه وانتم مغمضين، حلو جدا وبيسيب تنت على الشفايف. البلاشر حلو قوي والوانه كمان هاديه للاستخدام اليومي وبنات الجامعه. الماجيك كريم ده حاجه خطيره، انا مش عارفه ليه ما بشوفش حد على اليوتيوب بيتكلم عليه ولا في اي حته اصلا، بس الماجيك كريم ده لو لقيتوه هاتوه لان هو حلو جدا وهيسهل عليكم النزول اليومي لو بتحبوا تحطوا ميك اب يعني او شكل فاونديشن على بشرتكم، او ان انتوا توحدوا لون البشره. والماسكارا دي ارشحها لكم لو حواجبكم خفيفه او في نفس الوقت زي حواجبي كده اللي هي الوسط، ولا منها تقيله قوي ولا منها خفيفه قوي، هتشتغل معاكي كاستخدام يومي حلو قوي. دي كده كل الخطوات دي مش ثابته عليكي، انت ممكن تعملي ميك اب اللي يناسب بشرتك. انا بحب انزل بالشكل ده لما بكون راضيه عن نفسي، بحب اعمل ميك اب بالشكل ده، بس في نفس الوقت ما احطش فاونديشن لان انا ما بحبش ملمسه، فده بصراحه اختراع. في حاجه تانية عندي من اسنس، الباليت دي لولا ان انا حاطه اي شادو بلاشر بيلمع كنت جربتها لكم، بس مش مهم. تعالوا كده يعني الباليت دي حلوه قوي، بصوا لمعتها خطيره، اللي هي اسمها اسنس جلو هايلايتر باليت، علشان تقريبا في منها باليت حاجه تانية كده فيها 3 انواع هايلايتر. انا طبعا دايما بستخدم الدرجه اللي في النص دي، بس هي كهايلايتر
جودته حلوه جدا، وثباته ولمعته كده تحسوا ان هي اللمعه الحلوه اللي بتروح وتيجي معاكي دي، مش اللمعه اللي فيها ذرات باينه. دي لمعه حلوه قوي. فدي برضو ارشحها لكم من اسس. الباودر دي كانت عندي من زمان صراحه، الباودر دي عندي من زمان، بس انا بستخدمها كاناره لتحت العين. حطيت منها في بشرتي النهارده، بس تاتش خفيف قوي. لو انت حطيتي منها باودر على بشرتك هتغيري وهتبقي بيضه وهيبقى شكلك مش حلو، لكن هي كتنوير تحت العين حلو، ارشحه لك. بس دي كده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه اي معلومه. ما تنسوش لو استفدتوا تعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت برايكم في الفيديو، ويلا بينا على الفيديو اللي بعده علشان نعمل انبوكسنج لحاجات شيئا.